اللي يكسر بخاطره أهل الأرض يجبر بخاطره رب السماء، واللي يتجمع على أذيته أهل الأرض يتجمع على الدعاء ليه أهل السماء. وده اللي حصل مع سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 10 سنين قريش كذبته وحسبوا أصحابه أشد العذاب، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد 100 كيلو مشي، بعد ما راح يدعوهم، لكن مع الأسف سخروا منه وكمان رموه بالحجارة. بيرجع قلبه مليان حزن وألم ووجع، وينام وهو مهموم وموجوع، لأن كمان السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة القلب الحنون اللي كان بيفضفض معاها، اللي كانت بتهون عليه، ماتت، والبيت بقى فاضي وينام، ومحدش يعرف بالوجع اللي هو جواه اللي مالي قلبه إلا الله عز وجل. الله الحنين سبحانه وتعالى اللي استحالة يرضى بكسر خاطره أبدا. ويصحى صلى الله عليه وسلم يلاقي قدامه سيدنا جبريل عليه السلام، يقول له يلا يا محمد، عندنا رحلة جبر خاطر ليك من الله عز وجل، هيكرمك فيها. والرحلة دي هيبقى فيها كل الأنبياء. والرحلة دي الرحلة دي فيها كل الأنبياء عشان يكرموك ويدعموك، رحلة الإسراء والمعراج. وخليني أقول لك، لو كسر بخاطرك أهل الأرض فالله سبحانه وتعالى أرسلني ليكبر بخاطرك أهل السماوات. ومش بس كده، ده هيكبر بخاطرك خالق السماوات. يعني لو حد كسر بخاطرك اوعى تزعل، اوعى تبكي، اوعى تنكسر، لأن في لحظتها ربنا سبحانه وتعالى هيرسل لك اللي يكبر بخاطرك. أصل ربنا يصعب عليه قوي إن يشوفك مكسور الخاطر. عشان كده كانوا دايما بيقولوا لنا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. وانت كمان لو اتظلمت، لو اتكسر بخاطرك، ربنا هيبعت لك اللي يطبطب عليك، اللي ياخد لك حقك. بس المهم انك ترضى، انك تقول له انا راضي يا رب، انك تقول له اني مغلوب فانتصر. وساعتها بس هتشوف ربنا هيعمل لك ايه. وانت اوعى تكسر بخاطر حد، اوعى توجع قلب حد، اوعى تكون بسبب في ان حد ينام ودمعته على خده بسببك. اكبر بخاطر الغريب قبل القريب. اوعى تقول اصل هم ما بيعرفونيش غير لما بيكون عايزين مني مصلحة، فتكسر بخاطرهم. رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في الحديث الشريف: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتكبر بخاطره مش عشان هو كويس ولا وحش، لا، انت بتكبر بخاطره عشان ربنا يكبر بخاطرك، عشان ربنا يعز، عشان تكون في معية الله عز وجل. في حاجات لو احنا عملناها هتفرق مع ناس جدا، مع انها صغيرة وبنحس انها بسيطة، لكنها في الحقيقة بتفرق جدا معاهم، وهتفضل معلمة في قلوبهم العمر كله، عمرها ما هتتنسي مهما مرت الايام والسنين. ودايما بنسمع اللي عنده ذوق احسن من اللي عنده فلوس. اكبر بخاطر الناس بكلمة حلوة بطبطبة بابتسامة احسن مليون مرة من انك تمن عليه بملايين الدنيا. ربنا يا رب يجعلنا ويجعلكم، ربنا يجعلني ويجعلكم من جابرين الخواطر. بحبكم في الله، هدية محمود. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الاجر والثواب. ولو ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي حالا عشان يوصل لك كل جديد. بحبكم في الله، هدية محمود.